تعرض رجل الدين السعودي التكفيري المتشدد محمد العريفي للضرب المبرح في شارع أوكسفورد بوسط لندن بعد خروجه من مطعم المأكولات السريعة ماكدونالدز عصر أمس الجمعة. وجاء الاعتداء بعدما خرج العريفي من المطعم وسحبه شاب عراقي بقوة من بزته البيضاء حتى أسقطه أرضا، قبل أن يبادر شاب عراقي آخر إلى ضرب حارس العريفي لإشغاله، فيما استغل الشاب الأول الموقف وانفرد بالشيخ السعودي وأوسعه ضربا وخلع حذاءه وضرب به العريفي على رأسه وأنفه، ما جعل الدماء تسيل من رأسه وأنفه. والجدير ذكره أن العريفي اشتهر بإصداره الفتاوى التكفيرية المناوئة للمسلمين الشيعة والسنة ممن يعارضون المذهب الوهابي، وأباح في فتاويه قتلهم واستباحة أعراضهم لكونهم من الكفار بحسب العريفي، وهو في طليعة مشايخ الوهابية الداعين إلى الجهاد في سوريا. شغل العريفي جه هنا وعمل خطبة عصماء وأعلن نفير الجهاد من مصر إلى سوريا، وحرض المصريين ان هم يروحوا يحاربوا النظام السوري، كأن احنا يعني البلاوي اللي عندنا خلصت. وحرض الجيش المصري هو واستاذه الشيخ القرضاوي لكي يجاهدوا في ضد نظام بشار الاسد. الشيخ العريفي زي استاذه برضه يوسف القرضاوي جاهد وعمل خطبه عظيمه من جامع عمرو بن العاص هنا، وتاني يوم سافر على لندن. والفيسبوك واليوتيوب ما شاء الله يعني ثورات الاتصال الحديثه بتكشف اي حد. زعوا له كليب وهو ماشي يتسوق بيشتري من محلات شوارع لندن، وبيتسوق من اكثر من محل. ده عادي مفيش مشكله، راح يجاهد في لندن الراجل. ما بقى الجديد انه ضربوه بالحذاء على راسه في لندن حتى اصيب ونقل الى المستشفى. شباب، واحد عراقي واخر سوري، ضربوه على راسه ودخل المستشفى.